في صدمة قوية لنظام العسكر الجزائري والبوليساريو، فرنسا تؤكد دعمها القوي لمغربية الصحراء وتعلن عن استثمار ما يعادل ملياري يورو في مجال الهيدروجين الأخضر بالصحراء المغربية. فهل سيسحب نظام العسكر الجزائري من جديد سفيره من باريس؟ وفي التفاصيل، دخلت فرنسا بقوة على خط إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة بالصحراء المغربية، وتحديدا بمنطقة الداخلة، من خلال شراكة بين شركة هيدروجين فرنسا والمعروفة اختصارا باسم HDF Energy وفالكون كابيتال الداخلة. في الخطوة الكبيرة التي تم الإعلان عنها بعد يومين فقط من تأكيد السفير الفرنسي بالعاصمة الرباط كريستوف لوكورتي دعم بلاده القوي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة الكاملة للمغرب. وبعد أن كان غموض إدارة الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء في ظل سعيه لاسترضاء الجزائر التي تعتبر شريانا للغاز الطبيعي بالنسبة لبلاده، فتحت باريس أعينها على إمكانية الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بالمغرب، لتعلن هيدروجين فرنسا عن دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بخطة استثمارية كبيرة تصل إلى ملياري يورو. وقالت HDF Energy الفرنسية المتخصصة في تطوير البنية التحتية والمنشآت الكبرى للهيدروجين دخولها كمطور مشارك في مشروع وايت دونز من أجل إنشاء محطة للطاقة الهيدروجينية الخضراء بإقليم الداخلة في الصحراء المغربية، وذلك بعد شرائها حصة من أسهم المشروع وإبرام شراكة مع فالكون كابيتال الداخلة ذات الرأسمال المغربي. ووفق ما أوردته الشركة الفرنسية، فإن الأمر يتعلق بإنتاج أحد أكثر أنواع الهيدروجين تنافسية عبر العالم بفضل تحليل الكهرباء للمياه بواسطة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وهو أمر وصفته بالاستثناء في منطقة الداخلة بالصحراء المغربية. مشروع تم تطويره كجزء من عرض الهيدروجين الأخضر المغربي الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 10 جيجاوات من طاقة الرياح، و7 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية، و8 جيجاوات من المحللات الكهربائية، مبرزا أن ذلك هو ما دفع سفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة لتوضيح الأمور مؤخرا، بالتأكيد على أنه منذ أن قدم المغرب مخطط الحكم الذاتي بالصحراء سنة 2007 كانت فرنسا دائما إلى جانبه، معتبرا أن هذا الدعم كان تاريخيا، وأن موقف باريس ظل دائما واضحا جدا ثابتا. وقال لوكورتي أن بلاده لم تقف عند حدود التذكير بدعمها التاريخي والقوي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، ولكن أيضا الآن يجب التقدم إلى الأمام، وهو ما أشار إليه ممثلها في الأمم المتحدة قبيل صدور القرار الأخير لمجلس الأمن، مبرزا أن باريس منخرطة في هذه الدينامية التي يقودها المغرب من أجل تطوير جهات الصحراء المغربية، حيث ستكون مرافقة له من خلال حوار ثابت حتى يصبح المخطط المغربي هو الأكثر حضورا على المستوى الدولي. وأورد لوكورتي أن الأمر يتعلق بإعادة تأكيد على أن بلاده حليف دائم ووفي ومبدع وديناميكي للمغرب، مبرزا إعجاب فرنسا ببسالة الشعب المغربي وبحكامة الملك محمد السادس وخططه الحكيمة لفائدة المنطقة. لذلك فإنها اختارت تسجيل دعمها للمملكة المغربية، مع إبداء يقينها في أن الوقت سيتيح الفرصة لتحقيق تنمية جديدة، لأنه حاليا يجب المضي إلى الأمام وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وقالت المؤسسة الفرنسية أنها وشركتها المغربية أطلق عملية جمع التمويلات للمرحلة الأولى من مشروع الكثبان البيضاء من أجل تسريع تطوير هذه المبادرة الواعدة بهدف إنجاز الأشغال في سنة 2025 والشروع في إنتاج الهيدروجين انطلاقا من سنة 2028، مع العلم أن الأمر يتعلق بمشروع أول ضمن سلسلة من المشاريع المبرمجة في الصحراء المغربية. وأول أمسنا الاثنين أو يوم الاثنين الماضي حل السفير الفرنسي بالمغرب ضيفا على المملكة المغربية أو ضيفا على راديو دوزام، حيث صرح أن بلاده تعلم منذ وقت طويل الأولوية التي يعطيها المغرب لملف الصحراء، مضيفا لكن أحيانا يكون هناك نوع من المحاكمات الخاطئة التي تصدر عنها تقييمات غير دقيقة للموقف الفرنسي. وشدد السفير الفرنسي على أنه لا يجب ترك النزاع مجمدا كما يرغب في ذلك العديد من الشركاء الدوليين، مضيفا أنه ما دام قد حان الوقت للتقدم فإن فرنسا بالتأكيد ستكون في مقدمة هذا المسار من أجل الاستمرار في مرافقة المغرب على درب الوصول إلى حل دائم ومرض يتيح الاستمرار في المسار التنموي الذي تشهده جهات الصحراء المغربية. ويشار إلى أن الملك محمد السادس
وفي خطابه يوم 6 نوفمبر الجاري بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، قال أنه لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية تنبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها، اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. وفيما يبدو أن المغرب تمكن من تركيع هذه الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وألمانيا واليوم فرنسا، وبدأ الجميع يدعم مقترح المغرب في الحكم الذاتي عكس الجزائر التي فشلت فشلا ذريعا في جعل الدول الأوروبية تدعم موقفها الانفصالي المتضمن لتقسيم الصحراء عن المملكة المغربية. فشلت مع فرنسا وفشلت مع ألمانيا وفشلت أيضا مع إسبانيا، فاليوم نجد الجزائر تريد إرجاع سفيرها إلى إسبانيا بعدما استوعبت بأنها لم تستفد شيئا وبأنها فشلت في إقناع إسبانيا بتبني موقفها الانفصالي، وأيضا بعدما رأت بأن إسبانيا لم تكترث أو تكترث لما فعلته الجزائر بقطعها العلاقات الاقتصادية معها وبسحبها لسفيرها من مدريد. وكل هذا جعل الجزائر تنحني من جديد أمام إسبانيا وكأن شيئا لم يحدث لتعيد سفيرها بدون تحقيق أي أهداف.